يلا النهارده نعمل مع بعض الكريم كراميل. الكريم كراميل ده بالنسبه لي فعليا احلى اكله في الحياه، احلى اكله بجد. في ناس كتير بتحب تاكله في الصيف بيعتبروه اكل صيفي، لا هو انا بالنسبه لي ده اكل صيفي وشتوي وباكله طول السنه. طول ما هو موجود انا باكله، يعني انا بحبه جدا. وطول ما هو طول ما انا قادره اقوم اعمل كريم كراميل فانا بعمل كريم كراميل. النهارده هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. وناس كتيرة عندها يعني عندها مشاكل مع كريم كراميل ان هو بيعتبروه صعب في طريقة عميله. وفي ناس كمان عندهم مشكلة تانية مع ان هم بيشموا فيه ريحة بيض، ريحة الزفارة، بيقولوا كده يعني. فالنهارده ان شاء الله هنعمله بوعد مني بمقادير مظبوطة قوي. ولا يمكن لا يمكن هتشمي فيه ريحة زفارة البيض، لسبب لان احنا هنعمله بلبن بدرجة حرارة الغرفة. مشكلة ريحة البيض دي بتظهر لما اللبن بيبقى سخن. مش اي حد بيعرف يتعامل مع التكنيك ده. النهارده هنعمله بلبن بدرجة حرارة الغرفة وبيض بدرجة حرارة الغرفة، بمقادير مظبوطة، بمقادير بسيطة جدا. هو الكريم كراميل أصلا يا جماعة الوصفة الأساسية عبارة عن لبن وبيض وسكر بس، من غير كلام كتير. يلا نبتدي الوصفة الجميلة بتاعتنا. مبدئيا نبتدي بالوصفة بتاعتنا بان احنا هنكرمل السكر. انا النهارده هعمل الكريم كراميل بتاعي في قالب كبير، عشان هقلبه كده مرة واحدة، فبالتالي انا هكرمل السكر فيه على طول. هستخدم نص كوباية سكر ان انا اكرمل فيه. لو عايزين تعملوا في قوالب صغيرة يبقى هتكرملي السكر في طاسة، بس تكون طبعا غير لاصقة، وبعدين تنقلي الكراميل ده للقوالب الصغيرة. مبدئيا هنبتدي نكرمل السكر بتاعنا. هاحط عليه معلقتين مَيّة. ليه معلقتين المَيّة يا جماعة؟ علشان خاطر ما يتحرقش منكم، خاصةً لو حد لسه أول مرّة يعمل الكراميل، علشان ما يتحرقش منكم وما ينشفش. في ناس بالنسبة لهم إن الكراميل لو نشف بتبقى مشكلة، فبتحطي بس يا دوبك معلقتين مَيّة، هيمنع إن الكراميل ينشف منِّك، ومش هتخلّيه يتحرق منِّك ي ولا يتحرق ولا يمَرّ. لو حد متعوّد إن هو بيعمل الكراميل عادي وما يتحرقش منه من غير مَيّة، خلاص ممكن يستغنى عن المَيّة، لكن أنا عن نفسي دايمًا باستخدم المَيّة. كده خلاص السكر بتاعنا اتكرمل. أبتدي أسيبه في الحلة بتاعته زي ما هي، وأبتدي أعمل الكريم بتاعي. الكريم يا جماعة بسيط جدًا. خليط الكريم عبارة عن كل كوباية لبن قدامها بيضتين، كل كوباية لبن قدامها بيضتين. بس أنا النهارده هاستخدم 10 بيضات، وهاستخدم قدامهم 5 كوباية لبن ونص كوباية سكر. هو بس الخليط عبارة عن كده. ابتدي الأول أضرب البيض بالمضرب اليدوي. أنا هاضربه بالمضرب اليدوي، عايزة تضربيه بمضرب الكهربا ماشي، عايزة تضربيه بالخلاط ماشي. أنا عن نفسي باحب المضرب اليدوي وسهل جدًا. بعد ما أضرب البيض طبعًا باحط معاه فانيليا، وطبعًا يُفضّل إن إحنا نستخدم فانيليا كويسة. لازم يعني يستخدم فانيليا كويسة. أنا عمومًا باستخدم الباودر، أنا مش باحب الفانيليا السايلة. لازم تكون فانيليا أنتِ واثقة فيها جدًا. في أنواع كتير معروفة إنها بتبقى يعني أنواع مش ممكن البيض يطلع معاه ريحة زفارة فيها يعني. ابتدي أخلطهم ببعض، وبعدين أضيف اللبن كوباية، كوباية، وبعدين أول ما الخليط بتاعي يتجانس وأحط السكر، أبتدي أحضّر إن أنا أضيفه في الحلة بتاعة اللي فوق الكراميل. لكن في خطوة مهمة جدًا لازم نعملها، إن إحنا لازم نصفّي الخليط. ليه نصفّي الخليط؟ لإن أحيانًا بيبقى في شوائب، ممكن قشرة بيض تكون وقعت، ممكن شوائب من اللبن. باصفّي الخليط، أبتدي أضيفه للكراميل، وأبتدي أحطه في الصينية، وأبتدي بأي معلقة كده أشيل أي فقاعات هوا بتحصل أو أنا شايفاها. الفقاعات دي يا جماعة هي اللي بتخلّي المسامات واسعة، وهي ما بتخلّيهوش أملس. فأول كده خلاص ما شِلت الفقاعات دي، أبتدي أجيب صينية كبيرة. طبعًا الكريم كراميل بيستوي على حمام مائي، فباجيب صينية كبيرة تكون أكبر طبعًا من الصينية اللي أنا عاملة فيها، وباحط فيها مَيّة سخنة ومعلقة خل عشان الصينية ما تسوِّتش. وبعدين أبتدي أغطّي حلة الكريم كراميل بفويل. ليه باغطّيها بفويل؟ علشان خاطر ما تعملش وِش. مش عايزة تغطّيها بالفويل على فكرة ما تغطّيهاش، بس هو هيعمل لِك وِش اللي هو بيبقى شبه وِش البشاميل، لكن لمّا تغطّيها مش هتخلّيه يعمل الوِش ده. فلو حد متقبّل موضوع الوِش ده، لأ عادي ما يغطّيهاش بفويل ولا أي حاجة، الدنيا بسيطة جدًا. وندخّله على فرن درجة حرارة 200 لمدة من ساعة لساعة إلا ربع. مش بياخد أبدًا، أبدًا أكتر من كده. والكريم كراميل لمّا بيطلع من الفرن بيبقى طري، عشان لو حد سابه أكتر من كده هيبوظ. هو أنا النهارده بالضبط خَد منّي 45 دقيقة.
في حاجة مهمة تانية برضو يا جماعة أنا نسيت أقول لكم عليها، إن لازم نستخدم لبن بخيره، لبن يكون فعلا بخيره يعني. واحنا الكريم كراميل محتاج لبن يكون دسم كده، مش يعني يفضل ما يبقاش لبن العلب، يعني يكون لبن اللبان. وبعد ما بطلعه من الفرن بيبقى ملمسه، بحط جواه السكينة، اتأكد ان هو استوى. طالما السكينة طلعت نظيفة اسيبه بس يرتاح شوية، وبعدين اخده على التلاجة عشان نحصل على افضل نتيجة. الكريم كراميل يتشال اقل حاجة 12 ساعة، اقل حاجة 12 ساعة. ويفضل ان هو يقعد ليلة كاملة 24 ساعة. كل ما هيقعد اكتر كل ما هتيجي نتيجة وهو بيتقلب احسن، وهيبقى متماسك اكتر. فدي طبعًا نصيحة يعني، بس لو مستعجلين يبقى 12 ساعة أقل حاجة. وبعدين بابتدي بقى أقلبه، أجيب صينية كده، بس طبعًا في الأول أطلّعه برّه التلاجة شوية، وابتدي أفكفكه كده. لو عندِك مثلًا مَيّة سخنة أو حاجة ممكن تحطيه في حاجة فيها مَيّة سخنة بسيطة كده، وبتبتدي تقلبيه، هيتفك منِّك بمنتهى السهولة. أهم حاجة بس تحطيه يبقى في درجة حرارة الغرفة، مش تطلعيه من التلاجة وتحاولي تقلبيه على طول، لأنِك لو طلعتيه من التلاجة وحاولتِ تقلبيه على طول هتبقى مشكلة، ممكن يلزق منِّك. بس مجرد ما بياخد درجة حرارة الغرفة بيبقى في منتهى الجمال. وأهو اتقلب معانا وبقى زي الفل ومنتهى الجمال أهو. آمم، حاجة آخر جمال فعلًا يعني والله. أكلتي المفضلة يا جماعة، باعشقه. عمومًا كده وصفتنا النهارده خلصت الكريم كراميل. أتمنى بجد إن أنتم تجربوها، وصفة سهلة وجميلة وهتحبوها بجد، مقادير مضبوطة فعلًا. أتمنى إن أنتم تجربوها. مستنية أسئلتكم وتعليقاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم وصفاتنا الجديدة، وأشوفكم في فيديو جديد في وصفة جديدة إن شاء الله.